عن السفر طويل، فاللي هي بيسموها دلوقتي ريست، فهيريحوا. فتقول كلما وصلنا إلى منزل أتى بفرسه إلى فرسي وأمسك بخطام فرسي وأدار وجهه إلى ظهره إلي، ثم أناخ الفرس أو أناخ الجمل حتى نزلت، ثم يستدير ويأخذ فرسي أو ناقتي ويربطها حتى ينتهي مثلا شدة الحرارة أو المكان اللي فيه الراحة، وبعد كده هيقوم يمشي، ثم يأتي بدابتي مرة أخرى ويوقظها ثم ينيخها إلي، ثم يذهب بعيدا حتى أركب. شوف الشهامة بتاعت العرب، حتى أركب، فلما أركب يأتي ويعين فرسي فأقوم ويذهب بي على هذا الحال حتى وصل بي إلى المدينة. ولما وصل قال إن زوجك في هذا الحي من حي الأنصار، اذهبي وارجعي إليه. أنا أذكر لك موقف، يعني هو ربط بس للمواقف. كان الواحد لما بيجي يمشي الكلية كده كنا بنشوف مواقف عجيبة في موضوع المواصلات ده. بقارن لك بس دلوقتي بين اللي بيحصل دلوقتي، لما تلاقي في الميكروباص كده تلاقي واحد شاب كده ما شاء الله عامل زي الحيطة، ويجي راجل كبير أو ست كبيرة مش لاقي مكان، تلاقي الشاب ده عمل وشه كده كأنه مش شايف. واخد بالك انت ازاي؟ تيجي واحده كده بقى يعني لابسه لبس انيق ولبس جميل ولبس رقيق وحلو كده وحاجه وسيمه، عمل نفسه بقى شجيع السيمه وراح ايه؟ وراح قايم. والله انا شفت الموقف ده عده مرات. ان انا كنت في يوم في المترو وانا راكب، قاعد الشاب كده، والله الراجل واقف عمال يعمل كده مش قادر يقف، وماسك في حلقه المترو مش قادر يقف، والشاب ده قاعد كده ولا في دماغه. فجت بنت بقى يعني حاجه كده ايه فوق الوصف. اول ما جت البنت راح الواد قايم زي الشحط وراح قايم ومقعد. الواحد بقى قاعد، يعني انا كنت بصراحه ربنا والله بحكي لك انا كان نفسي يعني اديله قلمين على وشه. شوف بقى النخوه ايام العرب وما يحدث في ايامنا. فقالت ام سلمه والله ما وجدت رجلا اشجع ولا اكرم من عثمان بن طلحه، يكفي انه هاجر بي من مكه الى المدينه وكان كرمه اعظم ممن رايت.